النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول الخلفاء الراشدين. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن أبو بكر الصديق، واحد من العشرة المبشرون بالجنة. اتولد أبو بكر الصديق بعد عام الفيل بسنتين ونص. تمام كده. كان اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد التيمي القرشي. أبوه كان اسمه أبو قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي. أمه كان اسمها إيه؟ أمه كان اسمها أم الخير سلمى بنت صخر بنت عامر التيمية القرشية. أما عن إخواته فكان أخته اسمها قريبة بنت أبي قحافة، وأخته التانية أم عامر بنت أبي قحافة، وأم فروة بنت أبي قحافة. أما عن زوجات سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق من العشرة المبشرون بالجنة. كان متجوز 4. الزوجة الأولى كان اسمها قتيلة بنت عبد العزة. اتجوز كمان أم رومان بنت عامر، وأسماء بنت عميس، وحبيبة بنت خارجة. أولاده كان عنده عبد الرحمن وعبد الله ومحمد. أما عن البنات فكان عنده أسماء وعائشة وأم كلثوم. كان أبو بكر في الجاهلية من أغنياء قريش، ولما الرسول دعاه للإسلام أسلم على طول. كان هو أول من أسلم من الرجال. هاجر أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وشارك مع النبي جميع غزواته. تمام كده. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام اتوفى قبل مرضه على طول، في المرض الأخير اللي مات بيه، كان أبو بكر الصديق الرسول طلب منه أن يؤم المسلمين في الصلاة. ماشي. فبعد كده الرسول بايع ان هو يبقى هو الخليفة من بعده. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام توفى سنة 11 هجرية، 12 ربيع الأول 11 هجرية، المسلمين بايعوا أبو بكر على الخلافة. فأبو بكر عمل إيه؟ أقام بإدارة شؤون البلاد وعين الولاة والقضاة. ولما ارتدت كان في قبائل ارتدت كمان عن الإسلام، إن هو بعد جيش يقتلهم ويحاربهم لحد ما رجعهم كلهم للإسلام. خلى شبه الجزيرة العربية كلها تخضع للحكم الإسلامي. تمام. ولما انتهت بقى حروب الردة اللي هما بتاع الناس اللي هما كانوا ارتدوا عن الإسلام، بدأ أبو بكر بتوجيه الجيوش الإسلامية لفتح